السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم الف وصفه وصفه. كنتمنى تكونوا بالف خير. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم كما كتلاحظوا معايا الكراتان ديال الدنجال والبطاطا تيجي رائع وفي نفس الوقت صحي بزاف لاننا ما غاديش نقليو حتى شي حاجه. هاد الكراتان ما تيخطانيش في الشهر ديال رمضان المبارك، وليداتي كيحمقوا عليه وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. بالنسبه للمكونات اقتصاديه جدا، نحتاج جوج حبات ديال الدنجال، 4 الحبات ديال البطاطا، 3 الحبات من البيض، القليل من الكفته فقط الا ما عندكمش ممكن تستغنوا عليها، صلصه الطماطم والقليل من الجبن الاحمر. غادي ندوزو على بركه الله نشوفوا الطريقه. بالنسبه للدنجال بعد ما غسلناه مزيان ونشفناه تنقطعوه دوائر، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه باش ما تحرقش لنا في الفران. وغادي نمشي نحضروا الشرموله باش غندهنوا هاد الدنجال. كنحتاج فيها القليل من الملح، غنحتاج فيها كذلك البابريكا معلقه مملوءه، وغنحتاج بودره ديال الثوم، وغنحتاج 3 إلى 4 معالق ديال الزيت المائده. غادي نخلط هاد العناصر ثم غادي ندهن بهم الدنجال، دوائر الدنجال ديالي من بعد ما وضعته في واحد اللاطه اللي غادي ندخلها للفران. درت تحت منه الورق باش ما كيبقاش يتلصق في ديك اللاطه. كما كتلاحظوا معايا كندهن الدنجال. غادي تحاولوا تدهنوه يعني في الجهتين، غادي تعاود تقلبوهم وتدهنوهم وغادي ندخلوهم للفران حتى كيتقرمش وكياخذ هذا اللون هذاك اللي شفتوا معايا. تيجي رائع وفي نفس الوقت صحي، ما فيه ما شاربش الزيت. بالنسبه للبطاطا كذلك غادي نقطعوها دوائر كما لاحظتوا معايا، وغادي نطيبوها غير نصف الطياب في الماء يكون مغلي من قبل مع 2 وريقات الدرند والقليل من الملح. من بعد كنستفوها كذلك في واحد اللاطه اللي غتدخل الفرن. كنرشوها بالقليل من الزعتر، القليل من الملح، القليل من الازير ولا الغوماغا. غادي نرشوها كذلك بالقليل من بودرة الثوم والبابريكا. وغادي نعملوا فيها واحد 2 حتى 3 المعالق ديال الزيت، وغادي ندخلوها للفران، خاصها تحمر مزيان. بالنسبه للصلصه ديال الطماطم كتكون عندكم حاضره، ولا ممكن غير تحكوا 2 ولا 3 الحبات ديال المطيشه. غادي نحكوها في ديك الحكه كرقيقه، ثم غادي نديروها في هنا مقلاة. غادي نضيف عليها الزيت، البابريكا، القليل من الابزار، الملح والبودره ديال الثوم والقليل من الزعتر. غادي نخليوها هاد العناصر حتى تتنسجم مزيان. وغادي نضيف فيها الكفته. كما قلت لكم في البدايه الكفته ماشي ضروريه، الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليها. هنا درت القليل فقط، تقريبا واحد 200 غرام ولا اقل. غادي بالنسبه للكفته ما تطيبوهاش بزاف لان غادي تزيد طيب في الكغاطان. اذا غير غتنسجم هاد العناصر غادي نمشيو نستفوا للطبقات ديال الكغاطان ديالنا. وفي واحد الانيه اللي كتدخل الفرن حاولوا انكم تختاروا الطبق اللي غادي تقدموا فيه الكغاطان ديالكم. غادي نستفوا فيه الطبقه ديال الدنجال. كما كتلاحظوا معايا اللون ديالو كيجي رائع بديك الشرموله اللي استعملنا فيه، وفي نفس الوقت كيجي ناشف وكيجي صحي. اذا غادي نديروا طبقه ديال الدنجال، وغادي نديروا فوق منها طبقه ديال صلصه ديال المطيشه ولا الطماطم. هاد الصلصه ديال الطماطم ممكن تقسموها على 3 الاجزاء باش كيجيكم اجزاء متساويه. غادي بالنسبه لهذا الطبق راه تيكفي ل6 الاشخاص. الا كنتو نتوما اكثر ممكن تضاعفوا المكونات. هنايا كندير طبقه ديال البطاطا، حاولوا ديروها كامله وحاولوا تملؤوا الفراغات مزيان. وغادي نديروا كذلك فوق البطاطا الصلصه كذلك ديال المطيشه ولا الطماطم. وغادي نديروا كذلك فوق منها اخر طبقه ديال الدنجال. هاد الطبق هذا مع البطاطا كتواتى مزيان مع الدنجال، تيجي رائع وتيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه في هذا رمضان هذا وترجعوا عليا الخبر. ما تنساونيش من لي لايك. بزاف الاخوات كيشوفوا الوصفه وما تيديروش لي لايك. وكما تنقول لكم الا شفتوا الوصفه وعجباتكم عندكم الاجر الا درتوا لايك للوصفه. كذلك كتشجعني حتى انا باش نبقى نعطيكم دائما هاد الوصفات اللي مجربه في البيت ديالي. اذا كما كتلاحظوا معايا غادي ندير اخر طبقه ديال الدنجال، وفوق من هذيك الصلصه ديال المطيشه ولا الطماطم مع الكفته.
ثم غادي نمشيو نحضروا ديك الطبقه الاخيره. هنايا كنحاول انني نقاد طبقات باش ملي تنقطع لو غراتان ديالي تيجي متساوي وتيجي على شكل يعني كاطو ولا الحلوى. انا كما كتلاحظوا معايا اخر مرحله كنمشي نطرب البيض. هذا البيض هو اللي غادي يجمع لينا ديك المكونات، وضعت فيه شويه د الملحه، شويه د الابزار، القليل من بودره ديال الثوم، والقليل من البابريكا، وغادي نفرغوا على الوجه ديال الكغاتان ديالي. ثم غادي نرش بالقليل من الجبن الاحمر. غادي ندخلو الكغاتان ديالنا للفرن يكون ساخن مزيان تقريبا 15 دقيقه، على محل خص هذيك الطبقه الفوقانيه تحمر مزيان وداك الفرماج يذوب. وغادي نقدموا داك الكغاتان. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوه مع وليداتكم في هذا الشهر الفضيل، والى الملتقى مع وصفات اخرى.